أهلا بكم في استكشاف معمق جديد. النهاردة هنركز على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وتحديداً إيه آخر التطورات هناك، خصوصاً مع الاستعدادات لكأس أفريقيا 2025. معانا شوية أخبار وتقارير بتورينا الشغل وصل لفين. الهدف نفهم أكتر التحديثات دي معناها إيه للبطولة الجاية. يلا بينا نشوف التفاصيل. اللي واضح إن العمليات الكبيرة ماشية بسرعة. يعني مثلا الكلام دلوقتي عن بداية تغطية سقف الملعب، بيقولوا إنها في مراحلها الأولى. ممكن تبان بداية، بس خطوة زي دي أكيد مهمة، صح؟ طبعاً مهم جداً. بداية الشغل في السقف ده مش مجرد خطوة بناء عادية. في الملاعب الحديثة السقف بيغير كل حاجة في تجربة الملعب. يعني مش بس حماية من الشمس والمطر، لا، ده بيأثر على الصوتيات، الأجواء، وحتى طريقة تشغيل الملعب نفسها. صحيح لسه في الأول، وده معناه إن التحدي الأكبر لسه جاي في النقطة دي، بس مجرد البداية ده مؤشر كويس. تمام. وإلى جانب الصقص، الواجهة الخارجية كمان فيها شغل. الأخبار بتقول إن تغليفها مستمر وشكلها بدأ يبان شوية بشوية، والوصف المستخدم إنها صعبة ومعقدة لكنها تبدو رائعة. كلمة معقدة دي يعني إيه اللي يخلي واجهة ملعب معقدة كده؟ شوفي، معقدة دي ممكن تكون بسبب كذا حاجة. ممكن التصميم نفسه، ممكن بيستخدموا مواد تركيبها صعب، أو أشكال هندسية محتاجة دقة عالية جدا. الفكرة إنها مش مجرد حيطة وخلاص، دي جزء من هوية الملعب وشكله النهائي. وكونها تبدو رائعة بالرغم من إنها معقدة، ده بيقول إن في رؤية تصميمية قوية وراها. فعلا كلام مثير للاهتمام. طيب من بره لجوه بقى، نروح لقلب الملعب، الأرضية. الأخبار بتقول إنه تم الانتهاء من وضع العشب للأرضية. دي خطوة خلصت تماما كده؟ الانتهاء من وضع العشب نفسه خطوة ممتازة أكيد، بس الأهم هو اللي بيجي بعد كده. جودة الأرضية مش بس في نوع العشب وهو بيتحط، لا، الأهم هو إن العشب ده يثبت كويس في الأرض، والصيانة بتاعته تكون مستمرة لحد البطولة. أرضية ممتازة بتفرق جدا في أداء اللعيبة، وبتقلل كمان خطر الإصابات. فدي نقطة حساسة قوي لأي بطولة كبيرة، والتحدي هو إزاي نحافظ عليها بنفس الجودة العالية دي. نقطة مهمة فعلا. الموضوع مش بينتهي بوضع العشب. طيب وتجربة الجمهور؟ في تحديث عن تركيب الكراسي، بيقولوا إن الشغل قرب يخلص بنسبة كبيرة، ممكن توصل 90%. نسبة 90% في الكراسي دي، ده إنجاز كبير جدا. ده بيدينا فكرة شبه نهائية عن شكل المدرجات من جوه، وعن سعة الملعب كمان. بس الموضوع مش بس عدد كراسي وخلاص. تصميم الكرسي نفسه، المسافات، زوايا الرؤية، سهولة الدخول والخروج، كل دي حاجات بتأثر في تجربة المشجع. لازم الملعب يكون مطابق لمتطلبات السعة الرسمية للبطولة، وفي نفس الوقت يوفر تجربة مريحة للناس. والظاهر إن الشغل ماشي في الاتجاهين دول. يبقى الصورة بدأت تتجمع أهو. سقف بدأوا فيه وهيغير الأجواء، واجهة شكلها مميز ومعقد، أرضية عشب خلصت ومحتاجة رعاية، ومدرجات قربت تكتمل. كل ده طبعاً عشان كأس أفريقيا 2025. بالظبط. كل التحديثات دي ورا بعضها بتوضح حجم الشغل اللي بيحصل، والسرعة كمان. كل جزء بيكمل التاني عشان نوصل في الآخر لملعب بمواصفات عالمية تليق بحدث قاري زي ده. إذن لو هنلخص بسرعة، بدأوا في السقف، الواجهة الخارجية المعقدة دي بتتكون، أرضية الملعب العشبية خلصت، وتركيب الكراسي شبه انتهى. يعني بصراحة تقدم واضح وفي وقت يعتبر قياسي. تماماً. ومع كل التقدم المادي ده اللي شايفينه، ممكن نفكر في سؤال أعمق شوية. إزاي البنية التحتية الجديدة والمتطورة دي ممكن تترجم لتجربة استثنائية بجد للجمهور واللاعبين، تتجاوز فكرة حضور الماتشات وخلاص؟ وهل الملعب ده بشكله الجديد هيقدر يخلق ضغط إيجابي عشان نشوف نسخة من كأس الأمم الأفريقية في 2025 ما تتنسيش؟ مش بس تنظيمياً، لكن كمان في الروح والحماس والأجواء اللي هيحتضنها الملعب. ده اللي نتمنى نشوفه فعلاً.